اهلا بيكم اعزائي متابعين موقع اجري نيوز الاخباري. معاكم دنيا علاء من موقع اجري نيوز. النهارده معاكم مركز البحوث الزراعيه من مركز المناخ، ومعانا المستشار محمد فهيم مستشار وزير الزراعه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذه دنيا، اهلا بحضرتك، اهلا باستاذه اسراء، واهلا بموقع اجري نيوز. اتفضلي. اهلا بحضرتك. عايزين حضرتك تقول لنا لو في هناك استنباط اصناف جديده من القمح والذره والرز لمواجهه المناخ المتغير. والله كويس انك فتحت الموضوع ده، لان كتير قوي من المزارعين والمتابعين احيانا يعني ما بيهتموش قوي بالجزئيه دي. هو بيزرع وخلاص، التقاوي الموجوده، التقاوي دي تقاوي جايه منين؟ طبعا زي ما اتكلمنا ان موضوع التغيرات المناخيه بدات تغير كتير في البيئه الزراعيه. يعني بدا يحصل ارتباك احيانا في مواسم الزراعه، بدا يحصل ان في زياده في الاصابه بالامراض، بدا يحصل زي القمح ان لو حصل موجه حاره مبكره في شهر مارس زي ما حصل في 2018 عمل مشكله في الانتاجيه جامده جدا. فده بيستدعي ان ايه؟ ان يكون المراكز المسؤوله عن استنباط الاصناف المحصوليه تكون هذه الاصناف ليها مواصفات. يعني ايه مواصفات؟ يعني انا عشان اهرب من موجه حاره بتيجي في نهايه موسم القمح يبقى لازم ازرع ايه؟ صنف قصير العمر، او ان انا ابكر ميعاد الزراعه. المهم الاخر ابعد كده عن المنطقه اللي بتيجي في الطور العجين والطور اللبني وتعمل لي مشكله، فلما ابعد ما تجيش. لو جيت ابكر في ميعاد الزراعه ازرع في اكتوبر هقع في مشكله ثانيه. مشكله ان الزراعه البدري النبات بيطلع بسرعه وبيخش في مرحله ترد مبكر في عز البرد فيعمل له مشكله القمح. فالافضل ايه؟ ان انا ازرع في ميعاد الزراعه المعروف اللي هو اول نوفمبر، وبعد كده يكون الصنف نفسه قصير العمر. يعني بدل ما يقعد 160 و170 و180 يوم زي زمان يقعد 150 يوم زي معظم الاصناف الحاليه، او ان يقعد اقل من 150 يوم 145 يوم زي بعض الاصناف اللي تم استنباطها حديثا ولسه هيتم تداولها ان شاء الله في السوق من خلال الموسم اللي جاي. في اصناف القمح عندي بني سويف 8، وعندي سيتس 15 او مش فاكر اسمه بالظبط، بس عندي مجموعه اصناف محترمه، وعندي سخخ 96 دي كلها قصيره العمر. فتقدر لا قدر الله لما يجي صيف مبكر في مصر وانا اكون زارع الاصناف دي ما يحصلش مشكله في الانتاجيه. طبعا المزارع اللي سمعني عارف كويس جدا الكلام اللي انا بقوله، لان لما اخسر ارداب او 2 ارداب او 3 ارداب في الفدان يقول لك مش مشكله. لو المزارع تبقى على مستوى مصر مستوى 3 مليون فدان هخسر كتير جدا. فده اسمه، الاصناف دي اسمها الرصيد الاستراتيجي للامن الغذائي المصري. ان انا استنبط اصناف القمح، هجل للذره، اصناف الفول الصويا، اصناف لعباد الشمس، اصناف للخضر حتى. كل ده اهم جزء لمجابهه التغيرات المناخيه، هو ان يكون عندي اصناف قصيره العمر متحمله للاجهادات زي ما بيقولوا. وطالما قصيره العمر احتياجاتها المائيه هتبقى اقل اوتوماتيك، لان انا هوفر ريه او ريتين. فموضوع استنباط الاصناف مهم جدا. مركز البحوث الزراعيه بمعاهده المختلفه الحمد لله عنده ذخيره من هذه الاصناف، وبالذات المحاصيل الاستراتيجيه. طبعا احنا لسه بناخد خطوات اولى في اصناف الخضر، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني مع الدعم القوي جدا من معالي وزير الزراعه لبرنامج الوطني للانتاج تقوي الخضر، ان شاء الله يكون الفتره الجايه هيكون عندنا نتائج تليق بهذا الدعم. يعني لازم الناس في مراكز الابحاث تشتغل بناء على هذا الدعم مفتوح، يعني على اكبر مستوى، ان الناس يستغلوا هذا الدعم الموجود من القياده السياسيه الموجوده في البلد، وان انا ابتدي اطور من هذه الاصناف، لان زي ما قلت هذه الاصناف هي ذخيره الامن الغذائي للبلد. بتوسع افقيا وكل حاجه، بس لازم اتوسع راسيا. فاهم عنصر من عناصر التوسع الراسي ان انا ازود انتاجيه وحده المساحه عن طريق استنبات اصناف محسنه عاليه الانتاجيه. ده اللي انا عاوز اقوله. شكرا لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك. كان معانا دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه.